لا فروقات ايه، ما فيش تقريبا. ما هو ده 1500 سي سي وده 1500 سي سي. ده تنفس طبيعي وده والله برضه تنفس طبيعي. ده حقن الكتروني وده برضه حقن الكتروني. فمن الواضح كده ان تقريبا ما فيش اي فرق بين الموتور ده والموتور ده. هو بس ده شويه بهرجه كده وحاط لك عمه بشكل مقلوب، وهنا الوضع هنا مختلف شويه. فكده ما فيش فرق صح؟ لا يا سيدي، الحقيقه ان في فروقات كبيره جدا جدا بين الموتور ده والموتور ده. ويلا بينا بقى اقول لك ايه الفروقات. طيب اول فرق هتلاحظه من شكل الموتور او حجمه. لما هتلاقي ان المنطقه دي في الموتور رفيعه بالشكل دوت، بيبقى الموتور غالبا ده شغال على عمود كامه واحد، وبيكون حاجه اسمها 8 صباب. خلاص. طيب لما هنروح على الموتور الثاني هتلاقي ان المسافه دي عريضه. بص الموتور هنا عرضه قد ايه؟ عريض. فالموتور ده بيكون شغال على 2 عمود كامه، وبيكون طبعا 16 صباب. طب ده هينعكس عليا بايه؟ فكره ان ده 8 صباب وده 16 صباب، بينعكس ان الموتور ال 16 صباب بيتنفس بشكل افضل، بيطرد العادم بشكل افضل، فبيقدر يولد قوه حصانيه اكبر بكتير من اللي يقدر يولدها مين؟ الموتور ده. وبناء عليه قوه الموتور ده 86 حصان تقريبا، اما قوه الموتور دوت حوالي كام؟ حوالي 108 حصان. فده صحيح 1500 والتاني 1500، ولكن القوه الحصانيه هنا لصالح الموتور ال 16 صباب، وده اول فرق معانا. طيب الفرق رقم 2، الموبينه. زي ما انت شايف كده هي موبينه واحده طالع منها 4 سلوك بوجيهات. خلاص. فبتوزع على الاربع ايه؟ الاربع بوجيهات. لكن لو بصينا الناحيه الثانيه هنلاقي ان هنا كل بوجيه ليه موبينه منفصله. زي ما انت شايف كده ادي ايه؟ اول غرفه اهيت عليها الموبينه بتاعتها، وادي الموبينه الثانيه للبوجيه الثاني، وهكذا. طيب ايه مميزات النظام ده عن النظام القديم؟ اول حاجه ان انت لو موبينه واحده باظت تقدر تغير موبينه واحده موبينه واحده. لكن هنا لو فرده فصلت، هل في اوبشن ان انت تقصها او تكسرها؟ لا، هي بتيجي موبينه واحده على بعضها. خلاص. فده اول فرق. الفرق الثاني ان هنا طبعا ما عندكش سلوك بوجيهات، لان الموبينه مباشره راكبه فين؟ راكبه على البوجيه، فما فيش حاجه اسمها سلوك بوجيهات. طيب لو رجعنا هنا هتلاقي الموبينه طالع منها ايه؟ سلوك بوجيهات. فطبعا ده بيضيف بند صيانه. كمان الحاجه الثانيه ان كفاءه الاحتراق في الموبينه المنفصله بيكون افضل، لان تخيل الموبينه راكبه مباشره على البوجيه. يعني لو رحنا هنا هتلاقي الموبينه راكبه مباشره على البوجيه، فبتديله الشراره مباشره من ايه؟ الموبينه. لكن هنا الموبينه بتطلع الشراره بتديها للسلك، طبعا بتمشي في السلك بعد كده بتوصل ايه؟ دي البوجيه. فده بيضعف شويه من قوه الشراره. فالشراره بتكون افضل ما يكون في الموبينه المنفصله عن الموبينه اللي بالشكل دوت. فطبعا ده تاني فرق بينهم. في برضه فرق مهم جدا جدا لصالح موبينه اللانوس. سعرها يا جماعه سعرها تقريبا 600 جنيه 800 جنيه حاجه زي كده، فبرضه سعرها كويس جدا. لكن لو بتتكلم بقى على المباني المنفصله، سعر الواحده يا جماعه بيقرب من 1000 جنيه. فلو هتغير الاربعه على سبيل المثال حوالي 4000 جنيه، ولو هتغير واحده بس زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال هتدفع 1000 جنيه. فسعر الواحده في المباني المنفصله اغلى من سعر الموبينه الكامله في الموبينه المتصله. فطبعا ده فرق مهم جدا جدا، ان بتأدي كفاءه احسن، ولكن سعرها برضه مبالغ فيه وغالي جدا. طيب تالت فرق كده بقى، دواسه البنزين. دواسه البنزين زي ما انت شايف هنا على واير. بص كده، لما انت بتعمل كده بتتفتح طبعا البوابه، بيدخل كميه هواء اكتر، الار بي ام بيطلع، وعدد لفات الموتور بتزيد. طيب انت لما بتدوس بنزين ببساطه شديده السلك دوت بيشد دي كده، فتبتدي ايه؟ يحصل التسارع. هنا بقى الوضع مختلف، البوابه دي كهرباء. خلاص. زي ما انت شايف هنا مفيش الايه الدايره بتاعت الواير دي اللي بتدوس عليها فالعربيه تسحب هواء اكتر. لا، في موتور كهرباء هو اللي بيتحكم في فتح البوابه. طيب مميزات وعيوب. مميزات طبعا البوابه الكهرباء ان ما فيهاش حساس ايه؟ او ما فيهاش صمام ايدل. لكن لما نبص هنا هنلاقي هنا ايه؟ صاحبنا الايدل بقى اللي بسبب الار بي ام يطلع وينزل وذبذبه ورجرجه وحاجات زي كده. فطبعا في البوابه الكهرباء في الموتور الثاني لغى طبعا الواير دوت، ويخلى الموضوع على ايه؟ على صمام ايدل. فبالتالي العربيه بتظبط الهواء الكترونيا بدون الحاجه الى صمام ايدل ومشاكله المعتاده. فتقدر ببساطه تقول ان في الموتور دوت لغى فكره ايه؟ لغى فكره صمام الايدل. فدي نقطه مهمه جدا جدا. طيب هل الموضوع كله مميزات؟ لا طبعا. في بعض العربيات، مش العربيات الياباني، يعني بعض العربيات الثانيه بيكون البوابه نظرا ان هي كهرباء بيعمل تاخير في دوسه البنزين. بيحصل تاخير في دوسه البنزين. يعني انت بتدوس على دوسه البنزين بتلاقي العربيه خدت لها سنتين ثلاثه كده عقبال ما استجابت. معاك بقى مين؟ شيري اريزو، معاك ام جي 5، معاك بيجو 301، معاك فيات تيبو. كل العربيات دي فيها تاخير
من وجهه نظري ان هو يعني مستفز شويه، وفعلا بتاخد وقت عقبال ما تتعود عليه. لكن العربيات اليابانيه على سبيل المثال التويوتا والنيسان والحاجات دي كلها بتبقى البوابه كهرباء ولكن زيرو تاخير تقريبا، هي زيها زي الواير. بالاضافه كمان ان في بعض العربيات فيها بعض العيوب في البوابات من الكهرباء، بتحتاج تكويد وبعدين كل شويه بتبوظ ومش معمره اطلاقا. ففي الحاله دي طبعا بتكون البوابه الواير افضل. لكن بشكل عام البوابه الكهرباء في عربيه مثلا زي دي مستقره جدا، ممتازه، ما فيهاش اي عيوب ولا اعطال اطلاقا. وطبعا لغوا فكره صمام الايدل. كمان او الفرق المفروض الرابع من اهم الفروقات هو سير الكتينه. زي ما انت شايف هنا كده، اي موتور هتلاقي فيه العلبه البلاستيك دي بيبقى طبعا ده شغال على سير كتينه رابر، سير كتينه ايه رابر. لكن لو رحنا على الموتور الثاني هتلاقي المنطقه دي مصمطه كده معدن. خلاص، فهنا العربيه دي شغاله على سير كتينه جنزير. مميزات وعيوب. المفروض ان في ناس بتقول لك ان سير الكتينه الرابر اللي هو صاحبنا ده بيدي صوت الموتور اهدى، بس انا مش شايف الكلام ده منطقي، لان في كتير جدا من العربيات شغاله على سير كتينه جنزير وصوت الموتور ناعم جدا ما تسمعلوش صوت. خلاص، فالموضوع ده انا مش شايفه فرق. لكن انا شايف الموضوع كله مميزات لصالح حكايه سير كتينه الجنزير، لانه يا جماعه ما بيتغيرش عمره من عمر الايه الموتور. في واحد يقول لك في بعض العربيات الصيني بيتغير على 100,000 زي الجيلي. انا مش بتكلم على العربيات الصيني، انا بتكلم على العربيات الماركات الاصليه، لا ما بيتغيرش فيها وعمره من عمر الموتور. ترفع ار بقى تسافر زي ما انت عاوز ما يهمكش، وكمان بيوفر عليك بند من بنود الصيانه. لكن لو رحنا هنا هتلاقي طبعا ان انت هنا عندك سير كتينه ايه، سير كتينه رابر، طبعا بيحتاج يتغير ويحتاج تكشف عليه، ولا قدر الله لو اتقطع بيعمل مصيبه كبيره جدا جدا. فطبعا انا شايف ان ميزه سير كتينه طبعا الجنزير قويه جدا جدا، افضل بكتير من السير كتينه رابر الموجود في العربيه دي. طيب، الفرق الخامس زي ما انت شايف هنا دي علبه الباور ستيرنج. خلاص، لما نفتحها كده هتلاقي فيها سائل مين؟ سائل الباور زي ما انت شايف كده. خلاص، طيب لما نروح على العربيه الثانيه لو دورت على نفس العلبه دي مش هتلاقيها تقريبا، هتلاقي ان ما عندكش علبه زيت الباور اطلاقا. طيب امال ايه الوضع بقى هنا؟ ده باور كهرباء. باور كهرباء ما بتحطلوش زيت باور، ملوش صيانات، ملوش اي حاجه اطلاقا، بيشتغل على كهرباء العربيه. فطبعا دي ميزه كبيره جدا، لان انت هنا لغيت بند من بنود الصيانه. ما عندكش بقى ترومبه باور، ترومبه الباور مش عارف بتزن، ترومبه الباور بايظ، مش عارف عندك سائل الباور ناقص، مش عارف سائل الباور عاوز يتغير، مش عارف عندك رشح في الاسكاترا اللي هي هنا اهوت، ممكن تلاقي الاسكاترا بترشح عاوزه بند صيانه. هتلاقي بقى ان في العربيات الجديده هتلاقيه لغى كل دوت بانه عمل باور كهرباء. طيب هيطلع حد يقول لي العربيه الباور اللي فيها باور كهرباء لو خدت مطب بتحتاج لتكويد. الكلام طبعا ده غير صحيح، ما احنا بناخد مطبات ليل نهار. لكن في بعض العربيات فيها بعض العيوب في الباور، منظومه الباور الكهرباء، زي عربيات كيا وهيونداي بيبقى في حاجه اسمها النجمه كده بتركب على الموتور بتاع الباور، تحتاج تتغير. ولكن طبعا دي مش ازمه وهي رخيصه والصناعيه بقوا حافظينها، فمش قصه اطلاقا. لكن لو قارنت عيوب الباور الكهرباء بالباور الزيت اقدر اقول لك ببساطه مفيش اي مقارنه، مفيش مقارنه. اعطال الباور الزيت كتيره جدا جدا، والباور الكهرباء طبعا افضل بكتير جدا من الباور الزيت، لانه زيرو صيانات والمفروض ان هو زيرو اعطال. الاعطال طبعا دي موضوع بيتوقف حسب الاستخدام والزمن، ولكن مقارنه بالباور الزيت احتماليه حدوث اعطال فيه اقل ما يكون. طبعا برضو في بعض العربيات الباور الكهرباء بيبقى فيه مشاكل كبيره، زي العربيه اللادا جرانتا. خلاص، وكان من قبلها اللادا كالينا، بيبقى عندهم مشكله في كنترول الباور، واللي كان سعره زمان بيوصل لحوالي 10,000 جنيه، وطبعا اكيد دلوقتي بقى اغلى. فطبعا الباور الكهرباء بشكل عام مستقر، لكن في بعض العربيات وبعض الموديلات بيكون فيها مشاكل. العربيه برضو الهيونداي نيو اكسنت برضو كان فيها مشاكل في كنترول، او كان فيها مشاكل في منظومه الباور الكهرباء بشكل عام. فيعني مش كل العربيات بتبقى الامور فيها مستقره، لكن بشكل عام الباور الكهرباء كله مميزات ما عدا العربيات اللي انا اتكلمت عنها دي. من الفروقات المهمه برضو بين العربيتين عدد السيور نفسها. يعني بص هنا في سير، خلاص، وهنا السير بتاع التكييف اهوت، تمام. انت عندك بكره الكرنك اهوت تحت ماشي عليها سيرين، واخد اول جزء للحركه بتاعه كمبرسور التكييف، والجزء الثاني بقى الحركه بتاعه الدينامو وطرمبه الباور والكلام ده، بالاضافه طبعا لسير الكتينه. فانت هنا عندك عدد بنود الصيانه فيما يخص موضوع السيور هم 3 سيور. خلاص، طب لما نيجي على العربيه الثانيه هتلاقي طبعا ده سير الكتينه الجنزير ما بيتغيرش، هتلاقي العربيه كلها شغاله على سير واحد، تمام. مش عارف باين من هنا ولا لا، اللي هو سير الدينامو تحت اهو، ده الدينامو وده سير الدينامو. خلاص، فالعربيه كلها شغاله على سير واحد، فطبعا ده موفر جدا كبند صيانه، طبعا مع العلم ان هو غالي مش رخيص، طبعا انا عشان بغيره اصلي فهو غالي. ف برضه هي دي من الفروقات اللي بتخليك يعني مطمن اكتر للمنظومه هنا، لان هي منظومه احدث، اكثر استقرارا، وبمشاكل فعلا اقل بكتير، وطبعا بنود صيانه كمان اقل، وده اهم ما في الموضوع. انا ما يهمنيش ان شاء الله يكونوا 20 سير،
لو ببلاش مش هيفرق معايا، لكن القصه كلها ان تقليل بنود الصيانه حاجه مهمه جدا جدا. انا بلغي 3 سيور واخليهم سير واحد، فكل ده بيؤدي الى تقليل الصيانات وتقليل كمان بنود الصيانه، وبالتالي تقليل الفلوس اللي انت بتدفعها. طيب من اهم كمان النقاط بقى المهمه جدا مساحه الكبوت. بص كده المسافه من هنا لهنا، انا راجع كتير قوي عشان اقدر اجيب المسافه كلها، المسافه كبيره بحر حرفيا. الموتور ده تقدر تصينه بكل سهوله. بص هنا المسافه قد ايه، حرفيا انت ممكن تمد ايدك لحد الارض، الارض باينه. لو بصينا هنا بص المسافه بين هنا وهنا قد ايه، انا ايدي مش جايباها، مسافات رهيبه وشاسعه داخل حجره الموتور، بتخلي عمليه الصيانه في العربيه دي بالذات من اسهل ما يكون. طيب لما تبص على الموتور الثاني هتلاقي ان غرفه المحرك ضيقه بشكل مروع، يعني صغيره جدا جدا جدا. طيب هم عملوا كده ليه؟ زنق الموتور وادى المساحه كامله للركاب. اما بالنسبه لهنا وسع الموتور وزنق الركاب. طيب من وجهه نظري ان اتعمل كده لان هنا بنود الصيانه اقل بكتير، يعني بنود الصيانه هنا في العربيه دي قليله جدا، فبالتالي انت مش محتاج مساحه كبيره. لكن هنا بنود الصيانه هي اكتر، فبالتالي انت محتاج صيانه كبيره، مساحه كبيره. الحاجه الثانيه ان الفلسفه التصميم نفسها، فلسفه تصميم العربيات زمان كان الكبوت بيبقى طوله كام 6 متر، لكن هنا بقى يصغر الكبوت جدا ويدي المساحه كامله مين؟ المساحه كامله للركاب. طيب علشان كلامي ما يتفهمش غلط وندخل في تفاصيل ومهاترات ملهاش اي لازمه، الفيديو مش هدفه المقارنه بين العربيتين، لان العربيتين بتوعنا وانا بستخدمهم هما الاثنين وبحبهم جدا، وبحب اللانوس جدا، علشان في ناس هتدخل في حته كده انا مش عاوزها. وعلى فكره بحب المانيوال جدا، فما بلاقيش يعني بتلكك علشان اسوق اللانوس بشكل عام يعني، وبستخدمها زي ما قلت لكم كتير جدا. فالفيديو خالص مش مقارنه بينهم لا من قريب ولا من بعيد، الفيديو هو لتثقيف الناس، لتعليم الناس ازاي تحكم على الامور بشكل علمي سليم، لا اكثر ولا اقل. خلاص، وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان انا اكون وفقت في الحته دي، لان انا حاولت على مر فيديوهات كتيره جدا ان انا اوضح للناس النقاط دي وازاي تحكم على العربيات بشكل علمي وسليم. فدي اول نقطه علشان نقفلها. طيب النقطه الثانيه، لما حصل الازمه الحاليه اللي اهلنا بيتعرضوا لها، كشف ان في ناس مخها مقلوب، يعني فاهمه الامور بالعكس، فاهمه الظالم مظلوم والمظلوم ظالم. فده بيخليني اقول لك دلوقتي ان دي فرصه كبيره قوي ان انت تعلم عيالك الصح. فرجهم على المناظر، ما تخافش وما تقولش اصل ممكن يتصدموا، هم بيشوفوا في الافلام اكتر من كده على فكره. خليهم يعرفوا الواقع ماشي ازاي، وده هيعلمهم مين العدو الحقيقي ومين الظالم ومين المظلوم، علشان يترسخ جواهم الصح وما يتلخبطوش بعد كده، زي ما في ناس عندنا النهارده بتتناقش معاها بتلاقيها متلخبطه، مش عارفه فين الصح وفين الغلط، والتفكير مقلوب راسا على عقب. فدي فرصه ان انت تعرف عيالك الصح، وريهم واتكلم معاهم وانصحهم. ده اللي تقدر تقدمه دلوقتي، وده كويس، يعني كويس لو انت عملته، لان احنا جيل بيسلم جيل، وعشان الامور تستمر والحياه ما تضيعش. فده المفروض نعمله، ونتمنى يا رب ان الظلم واللي بيحصل لاهلنا ده يقف، وربنا شاهد على كل شيء. سلام.